ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده يومنا بسيط خفيف خالص. طبعا احنا عاملين روتين للشقه والدنيا نظيفه، فهنعمل بس فطار وعشاء عشان انا هنزل وهاجي على العشاء بس، فهحضر العشاء معاكم ولما انزل هاجي بس اللي ادخله الفرن وكده، وحاجات بسيطه. في بنات منكم بتبعت لي على المنصات التانية ان انا اعمل الروتين بالميزانيه بتاعته، فهو انا مش عارفه، بس هحاول الحاجه اللي اجيبها هقول لكم اسعارها دي في فيديوهات تانية. اني يعني انا بجيب الاكل على حسب ما انا جبته، فمش عارفه امشي اليوم بميزانيه معينه. هو احنا هنا 4 افراد، بنتين وانا وهيثم. البنت الكبيره 5 سنين والتانية سنتين، هتتم 3 في شهر واحد، والكبيره هتتم 6 برضو في شهر واحد. فدي ميزانية 4 أفراد، فأنا مش هعرف يعني الميزانية، أنا هقول لكم أسعارها، لكن مش هعرف أعمل ميزانية معينة وأقول لكم سعر ده كذا وده كذا، أو أنا جبت أو همشي اليوم النهاردة بكام. إن كل واحد ده حسب مقدرته، أنا ممكن أمشي بحاجة قليلة وأنت تمشي بأكتر، أو أنا ممكن أمشي بأكتر وأنت برضو بحاجة أقل، فكل واحد حسب مقدرته. فهقول لكم بس في الفيديوهات الجاية الأكل اللي أنا هعمله كده ده هيكفي كام فرد والميزانية قد إيه، وجبت الحاجات دي بكام. وانتوا او على اي منصة تاني بيشوفني يخش يعملي كومنت، اعرفكم انتوا منين وبتشوفوني منين وبتتابعوني منين. المنصات كلها سواء يوتيوب فيسبوك اي منصة حد يعرفني فيها فيخش يكتب لي فيها، وانا مستنية بقى رأيكم وتعليقاتكم وكل حاجة، واللي انتوا حابينه واللي عايزينه هعمله، فانا هعمله. يعني شوفوا عايزين الروتين الجاي يبقى عن ايه، خروجه، اكل، شرب، نقعد نتكلم مع بعض براحتكم. يلا ما تنسونيش في اللايك والشير. صباح الخير ياللي معانا، ياللي معانا الكروان غنى وصحانا. وهنا بقى يا بنات هنعمل طاجن السمك. هنجيب حوالي 5 طماطمات او 6 و2 فلفل الوان وفلفل اخضر ورومي وبصلتين وقرن فلفل حامي، وكمان انا ضفت فلفل احمر. وهنا ال5 طماطمات هنقطعهم شرايح كده، وبعد كده مكعبات زي ما انتوا شايفين عشان هنضيفهم. وهنكون خرطنا البصل. عايزة بقى تقطعيه شرايح، تقطعيه قطع صغيرة براحتك زي ما تحبي، يعني على حسب اكلك، بس انا قطعته قطع صغيرة. وهنا الطماطمية كلها هقطعها برضو مكعبات صغيرة. وهنا كده شكل الطماطم وهي متقطعة. وهنا كنا قطعنا الفلفل الالوان والطماطم وكل حاجة كده جهزناها. وكانت البصل على النار، البصل كانت محطوطة على النار، حطينا معاها الفلفل الالوان بعد ما دبلت شوية والطماطم، وهنبدأ نقلبها كده ونخليها تاخد وتدي من بعضها. ولو عندنا تسبيكة صلصة تاخديها حسب ما انتي بتسميها، او نضرب طماطم فريش ونحط بس يعني زي ربع كوباية كده، اللي هي بس عشان تحركها في الفرن لما نيجي نحطها في الطاجن. واهم حاجة ان الطاجن ده بيبقى مشطشط، يعني اللي بيحب السبايسي يحط بقى فلفل، كتري في الفلفل الحراق، هو اللي بيديله طعم. فجربيه وهتحبيه. طاجن السمك ده ببولتي، قراميط، سنجاري، اي نوع سمك انت بتفضليه، يعني اللي تحبيه اعمليه بتونة، اعمليه باي نوع سمك فاللي انت تفضليه. وهنا حطينا معلقه صويا صوص. وهنا التوابل كانت كزبره بقى وكمون وملح وفلفل اسود وشطه وحطيت ليمون كمان يا بنات، وكتري من الكمون. وهنا يا بنات كنا حاطين السمك وغلفناه بالدقيق، الدقيق ده اللي بحط له برده ملح وكمون.
وده شكل السمك معانا، احنا بنديله نص قليه بس مش قليه كامله. وهنا بقى كان شكل الطاجن، حطينا البصل والحاجات دي من الطاجن من تحت، وحطينا السمك وبدأنا نحط عليه من فوق وقرن فلفل بس كده للتزيين، لكن هو سبايسي ومش محتاج. وده كان شكله قبل ما ندخله الفرن، بنولع عليه الفرن مش الشوايه. ده كان شكل الطاجن معانا النهارده، ورز، وعملنا سمك مكرونه، كانت كميه بسيطه، وسلطه بلدي كانت موجوده عندنا. ده شكل الطاجن بتاعنا. وهنا سلطه، عملنا سلطه خضراء وعملنا رز، وكان عندنا كام كده مكرونايه سمك مكرونه قالتهم معاهم، دول كانوا موجودين عندي في الفريزر، انا جايبه بس السمك ده. فايه رايكم؟ على فكره السمك ده قراميط مش بولتي، قراميط، ولما تجيبيه تجيبيه لونه فاتح ويكون بايت في الميه. اشتركوا يا بنات.